لو انا اديت لك ال 100 جنيه دي دلوقتي حالا وقلت لك اشتري لي بيها ذهب، السؤال هنا هتعرف تشتري ذهب ولا لا؟ لان سعر جرام الذهب العيار 24 في الوقت الحالي اللي انا بسجل فيه وصل لاكتر من 5300 جنيه. طبعا انت عارف انا هتكلم على ايه، هتكلم على صندوق ايزي جولد، ودي تقريبا المره المليون اللي اتكلم فيها عن نفس الصندوق. ومش هقعد اشرح كتير عن الصندوق لان الصندوق بقت الفيتشرز بتاعته او الخصائص بتاعته معروفه عند كل الناس، زي الفراكشنال انفستمنت والفراكشنال ريدمشن، يعني الاستثمار الجزئي والاسترداد الجزئي. انا لو معايا دلوقتي سبيكه 50 او 100 جرام واتزنقت في 10000 جنيه، مضطر ان انا انزل ابيع السبيكه كلها عشان اجيب ال 10000 جنيه. في الصندوق بقى لو عندك مليار جنيه ومحتاج 1000 جنيه هتعرف تستردهم بكل سهوله. وده الفراكشنال ريدمشن. نفس الكلام اللي انا قلته في الاول، ان انت عشان تشتري النهارده جرام الذهب هتدفع اكتر من 5000 جنيه، في حين ان انت ممكن ب 100 جنيه تشتري وثيقتين او اكتر في الصندوق. وده هو الفراكشنال انفستمنت. ده غير بقى ان هو انترناشونالي سيرتيفايد جولد ومتخزن في امن مكان في مصر، وكمان الصندوق الوحيد اللي بيتيح لك الاسترداد الفيزيكال للجولد بتاعك، للذهب بتاعك. وده اوبشن مش موجود لا في صندوق الاهلي ولا في صندوق بلتون. ومش محتاج اقول لك ان الصندوق بتاع ايزي جولد لوحده من وسط الثلاث صناديق واخد اكتر من 95% من الماركت شير. انا بتكلم عن صندوق ايزي جولد تاني دلوقتي لان احنا شفنا القفزات العنيفه اللي حصلت في اسعار الذهب عالميا خلال الفتره اللي فاتت، واللي توقعاتي ان هي ممكن تكمل شويه. بس خليك دايما فاكر الكلمة دي we don't time gold. يعني باختصار كده الذهب مش مضاربة وعمره ما كان مضاربة. الذهب تحوط واحتفاظ ومخزن قيمة لمدة طويلة، زيه زي العقار بالظبط. وانت تقدر تشتري وثائق صندوق ايزي جولد من على تطبيق ايزي انفست، اللينك بتاعته هتلاقوها في البايو وفي اول كومنت. وما تنساش وانت بتعمل ريجستريشن تتأكد ان خانة الريفيرال كود مكتوب فيها مرشد بالانجلش او المرشد بالعربي، عشان يسهل عليكم عملية فتح الحساب اكتر ما هي سهلة. ولو عطلت في اي حاجة ابعتلي وبس كده.